تفرجتي البارح في المنتخب ايه المنتخب فيهم مغربي اوف كورس ولا تفرجت باك اوف كورس تفرجنا البارح في المنتخب زينو حيدير بحال واحد اللعيبه هنا قبل ما ندوي على اي حاجه انا ما عجبنيش اصلا ان فينيسيوس جونيور هو ياخذ احسن هو نجم اللقاء. تخيل دابا فينيسيوس ما دار والو في الماتش عطاو احسن لاعب في العالم. علاش؟ حيت سميتو فينيسيوس احسن لاعب في العالم في ديك الماتش، حيت ديك الماتش كان هو العالم. لو سوف سكور عطيه 8 على اي اساس؟ ما حيت ماركا بيت بزعطه، راه تا الصابيري ماركا بيت احسن منه ما دار والو. اي كره كانت عرفتي في كاع دوك المواجهات الواحد لواحد خسرهم كلهم تيخسرهم. خسر واحد اللحظه خنوس حيد لي كره ودار لي ديك اللعيب ديال امزي قال لي نوض فهمتي نوض كاع نوض لعب. هذه اللي عطاو احسن لاعب. علاش؟ هذا هو العباد بعض المرات ديال الفيفا ديال هذيك اللعبه فري كتحتقر الفرق الجماهيريين، الفرق اللي عندهم فالورز بزاف او اللاعب اللي عندهم فالورز هذه بحال هذاك المذيع. ولكن عجبني روماريو فيها مني قال زعما اللي عندهم بحال هاد العقليه ديالك ما فاهمش كوره راه حيت بصح فهمتي. قال لك حكا التعادل ديال البرازيل مع المغرب بمثابه الخساره. واش تتفرجي؟ راه البرازيل راه المغرب اللي بمثابه خساره. راه ماشي المشكله ماشي كتفرج واش عارفه شنو كتقولي. والله هي البرازيل كبيره وتنبقاو ولكن لا البارح راه المغرب قرر البارح راه رديناهم ولاو يبانوا صغار يعني راه حيت واعرين عليهم. فهمتي هادشي واللي عجبني ما نكذبش عليك سكتنا بنادم بزاف ولا ثاني رجع بنادم. عرفتي نص الهضره كتقال 22 عاوتاني وحتى حنا امتى منتخباتنا ولاو بحال هكا وهادي وشي وحدين البرازيل تضرب المغرب 0-0 ضرب هذه بالعكس راه البرازيل سجدوا واقيلا البارح من ورا من الماتش بحال اذا سقط فهمتي. وواحد الحاجه لاحظتها دابا في اغلبيه في البدايه ديال هذا كاس العالم خصوصا الدول الافريقيه تيجيو تيتفرجوا في المغرب بواحد الهيت واتش تسمى، يعني تيتفرجوا فيك وما تيهيتيو عليك وباين يقوسوا عليك. فهمتي علاش؟ بسبب حيت في افكون كنا واعرين عليهم ودرنا لهم احسن استقبال. ما حملوكش هذيك اللعيبه ديال ما حملوكش. شوف راه هنا بينتي فهمتيني. حتى تقول لي حق لا في كاس افريقيا القجاع وما القجاع ولكن دابا القجاع مسكين بارك مع الجمهور بحالو البرازيل دابا بيني وبينك البرازيل غتخليك تربح ولا تخليك يجبك على قبل القجاع. شوف نعطيك واحد الاحصائيه في 10 دقائق الاولى المغرب ضرب 5-6 كرات على الصواب في البوطو سواء ماشي البوطو. المهم ياك تخيل انها البرازيل ما بقى وقع عليها هذاك الديكور من 1966 قدام البرتغال. راه هذاك الشيء يعني الدومينات. واش فهمتيني؟ واحد الاحصائيه اخر قريتها قبيله هي انه من 2006 ما بقى سال الماتش فين تتكون البرازيل عندها اقل هجمات في البوطو اكثر من المنتخب اللي لعب معاه. فهمت حتى لدابا من في الماتش ديال لا ولكن 2006 فرنسا يكون واحد من الماتش ديال فرنسا. واش فهمتيني؟ لا البارح فهمتيني بين انه علو الكعب ديالنا كيما علو الكعب ان هذاك الشيء ديال 2022 ما جاش بالصدفه. نقدروا نقولوا 2022 كنا حصان اسود. فهمتي حصان اسود بحال تركيا في 2002 بحال بزاف الفرق ولكن ما تيكملوش. الا قلت لك تركيا 2002 في كاس اوروبا ديال 2004 ما دازت 2008 عاوصاني وصلت دومي ما داز كاس العالم كوريا ما داز كاس اوروبا ديال 2012. قول لي كوريا شنو دارت من وراء من 2002 2006 شنو دارت كوريا؟ لا ما بقاش كتسيلا كاع وصلت كتصار الروبو بحال 2018 وصلت الروبو كتلعب ما تبقاش تعاود تجبد كاع وصلت حتى ماشي الروبو حتى الدور الثاني ما كتفوتش. لا قلت لك ما تبقاش تعاود لا تعاود مثلا دات كاس اسيا او لا الايفان ديالهم داو كاس اسيا ولا او داو البرونزيه في الاولمبياد. لا يعني ما تبقاش تعاود تسمعوا. لا ماشي عكس المغرب هذيك 2022 وبلا ما نهضروا على نظري لا زعما تاثير الفراشه اللي طرا اصلا قبل من 2022 ياك نهضروا بداو من 2022. يعني هذه كانت هي البدايه ديال الانطلاقه ديال الكره المغربيه بالاحتكار ديال الكره المغربيه. حيت من وراها دينا شحال من دينا شحال من بطوله. كنت على حسب علمي على حسب هذه المعلومه مازال متاكد منها ان قبل من 2022 كانت يعني التتويج الوحيد ديال الفئات الصغرى هو كان ديال الكاس الافريقيه ديال الشبان ديال 97. من وراها راك الشيء ديتي ديال اي 16 ديتي ديال اي 23 ديتي برونزيه ديال الاولمبيات
ديتي كاس العالم ديال الشبان. هذه راه انجاز كبير. راه تخيل معايا انها مثلا نعطيك اولمبيات هذيك الدراري ديال البرونزيه البليبار ديالهم واخا ما كاينينش بزاف، ولكن البليبار ديالهم هما اللي نورمالمون هما اللي غيهزوا المشعل لدابا وال 2030. واش فهمتيني؟ تخيل معايا الكومبين اللي غيولي ما بين هاد الدراري. مثلا تخيل ان بوعدي من 2003 ولا عندهم العام دابا 22 بحال خنوس دابا. خنوس عنده 22 ولا عنده 26 يزيد يخسر، وناحيت عنده 25 26 عام ولا عنده 30. يعني راه قمه الخطويه. يعني تقريبا هذا المنتخب تزيد عليهم معمه وتزيد عليهم الزبيره وتزيد عليهم هذوك اللي كانوا في ايفا ديال الايفا وعاد اللي عليهم ديال الايديسات هذاك الدري ابراهيم شو سميتو الرباج. فهمتيني؟ يعني تخيل معايا وليتي فري وليتي غادي بواحد الاستراتيجيه بحال اللي تنشوف في الاوروب. كتلقى الصبليون ديال الاي 16 كيديو كاس اوروبا كيديو ديال اي 18 ديال هذاك شويه كيبقاو تيجي يوصلوا للكبار. نفس الديكور في فرنسا، نفس الديكور في الانجليز. مثلا فودين انا باقي تنلقى له واحد قليله يلاه تفرج فيه في كاس العالم ديال الشبان ديال فيتيان كان في الهند في 2017. فودين وكان باقي صغير. شو دابا فودين واش فهمتيني؟ نورمال وليتي فهمتي كتنقول عقليه اوروبيه وليتي بحال المنتخبات الكبار اللي فري كتبدا الاساس عاده كتطلع. هادشي اللي هضرنا على السعوديه باغا ديريكت تبدا فهمتي باغا تبني وهي اصلا الفوق عندها ما هواش بعد عندما لا ماشي الساس هي يلا باغا دير الساس ولكن ديجا بانيه. يعني خصها هي تحيدي كل شيء تصبر واحد يعني جوج نساخ من هنا يعني تقاد فرقه من هنا ل 2034 اللي عندهم اللي يكون عندهم ولا دير لهم المغرب نتبع عاوتاني ان شاء الله. علاش من 2034 يكون عندنا 3 سنين؟ لا هادشي علاش البارح انا ما نكذبش عليك البارح عجبني الحال لواحد الدرجه ما كايناش. ارتحيت لواحد الدرجه ما كايناش وحرفيا ما بقيتش خايف من حتى شي فرقه. وليتي تحس براسك. لا هي ماشي غير فرنسا. لا شوف تقدر نفضل نطيح مع الصباجي ما نطيح مع فرنسا. عرفت ولكن اسمعني دابا عاوتاني الفرق اللي ماشي نقصت منا ولا غنقص منا ولكن الفرق ما بين دابا 2022 كنتي حصان اسود حتى واحد ما ديك اللعيبه المغرب راه غنربحوه. فهمتي كلشي داير كلشي دابا غيلعبوا معاك بحال كيما دارت البرازيل البارح انك منتخب كبير غادي يوجدوا لك غادي يفكروا لك في لعابك. يعني الماتش ما غيكونش بهذيك السهوله حتى لينا. فهمتي يعني راه اي منتخب كبير غنطيحوا معاه عول على انه غيكون ماتش قاصح والنتيجه تقدر تمشي للهكا. باغي نسولك هذه البارح كنت نسولك عليهم ونسيت. واش الماتش ديال البرازيل ومصر صيدات فيه البرازيل ولا لا؟ كيفاش زعما تصيدات؟ زعما انها البرازيل واخده مصر على اساس انها من شمال افريقيا وحقا لاعبهم بحال لاعبنا. واش تصيدات فيه ولا لا؟ اوف كورس ويلي حيت دابا هي ملاعبه مع مصر على اساس ان اللعب ديالها قريب ونفس العقليه. ما خبروش انه مصر كتشبه لينا حتى تلبس الاحمر بحالنا. راه هذاك الشيء وشدنا بيما بجوج راه هذاك الشيء. اما ما كاينش شي اوجه تشابه لا في اللعب ديالنا مع مصر. كنا مشاو عند الجزائر وما مشاوش على مصر. فوالا هادشي اشوف مشاو الجزائر قريبه لينا شويه واخا هي لا بغاو يمشيو. لا تا هما عندهم شوف عندهم تما داك اللعب الفردي عندهم لعابه فهمتي هذاك الشيء واخا هكاك في المغرب ولات حتى هي مدرسه ولات عندها لعبه ولات عنده واحد الطريقه ديال اللعب اللي دول اخرين او منتخبات اخرين غينقلوا منك. فهمتي يعني عندك واحد اللعب ديالك بوحدك ماشي ابار كي قلتي كلمه زوينه ولات مدرسه ماشي في اللعابه فقط ولكن ماشي في المدربين كتشوف السلامي وصل مع الاردن لكاس العالم قبل منه عموته وصل للفينال. فهمتي دابا ولا المدرب المغربي مطلوب فين ما مشى عموته قريب يسيني الاهلي المصري بشروطه سكيتي اللي عمان ما خلات ما داتش باش تجيبو وجابته. واش فهمتيني يعني ما بقيتيش فقط مدرسه ديال اللعابه ولكن حتى ديال المدربين حتى المدربين اللي ولاو عندك. اي نعم ماشي كلهم ولكن مهم كاينين واحد هذوك النخبه كي تنقولوا حنا النخبه لا مدربين يعني قرايه وتقريبا كلهم داو القاب. الا ذكرنا مثلا احسن مدربين كاين في المغرب عندك وهبي عندك ركراكي عندك سلامي عندك عموته وعندك سكيتيو تقريبا هادو كاملين داو القاب كبار. سميتو سلامي دا مع الاردن شي حاجه لا ولكن مدي كاس العرب ما تهضرش على مع الرجاء وداك الشيء لا من غير نرى انجاز انه وصلهم كاس العالم. يعني راه كلهم ما شافوا وداز كاس العالم بلا بلاي اوف بحال مثلا السعوديه العراق دازوا بلاي اوفات. وفي نظرك شكون اكثر مدرب ناجح من ناحيه الالقاب؟
مغربي. عموته. الخمسه اللي قلت عموته متاكد؟ حرفيا فما مشى كدير القاب. ماشي ركراكي؟ لا عموته. ركراكي اللي موصل المنتخب هضرنا على الالقاب. كاس افريقيا هضرنا على الالقاب اللي دعوا عصبه اللي دعوا بطوله. عموته عنده نحسبوهم. هم الركراكي مادام والو في قطر دا البطوله. عموته كمساعد مدرب دا العصبه ديال اسيا. وركراكي دا البطوله مع الفتح. دا البطوله مع الفتح. عموته دا كاس العرش ودا الكاف مع الفتح. مع الوداد دا العصبه. ولكن البطوله شكون اللي احسن كاس افريقيا ولا كاس اسيا؟ وهي انا جيت تشوف الصراحه الركراكي. هذاك الشيء ركراكي الصراحه. وعاد الانجاز ديال 17 ماتش ولا ما عرفتش شحال من ماتش. لا 18 19 حاجه دخلنا الماتش الاول ديال جزر القمر راه مالي اللي هرست لي هذيك السلسله. راه دخل من سعود غينيس ديال اكثر فرقه هذه. راه بنادم ما كيهضرش عليها. عرفتي ايماجيني معايا هذه الكلمه انه هذه اللعبه كون كانت عند المصريين ما يسكتوش بها. راه ما يسكتوش بها. راه انجاز. راه دابا 28 ماتش واقيلا ما خاسرينوش. عرفتي المصريين اخر ماتش كون كانت عندهم هذه الكلمه ديال داخل مسعود غينيس ديال ان اكثر فرقه رابحه ماتشات فايت برازيل سباريون فرنسا كلهم الالمان هذاك التوب تيم كلهم فهمتيني فايتهم. لا كنا داروا ليها ما حتى شنو. بحال هذاك اللاعب اللي مارك لهم بيت في 90 بيرانتي وباقي لدابا كيقول لهم انا اول واحد ماركت لهم كاس العالم. وواحد الحاجه اخرى شفت الاعلام بحالها بغى يركز عليها. وشفت بنادم تيبغي يطلع على المغرب تيقول لك حكا هذوك 11 لاعب اللي لعب البارح واحد فيهم اللي تزاد في المغرب وانتم مالكم اش مشى ليكم. المهم عرفتي ديك اللعيبه تيبغيو يشدوك من اي حاجه. ماشي هكاك. دابا نفهمك واحد الحاجه. دابا عقده النقص راه هذاك الشيء. دابا هما مثلا نعطيك مثال بسيط. ميساج شحال فيها 100 مليون واحد. 100 مليون واحد. البليبار ديالهم راه كاين المشكله. راه كاين حتى ما عندهم جاليه حتى في دول بزاف. ولكن ما فهمتي هما كيمشيو على اساس انهم فهمتي انا غنمشي نخدم حتى لا دار ولاد ما فهمتي. عقليتهم ماشي بحال عقليه المغاربه مش متفقين. دابا في هاد السنوات الاخرى لا ولينا كنشوفوا مغاربه ولات بحال مثلا لامين يامال دخلوا لاماسيا باش يصوفي راسو ويصوفي ولده. هذاك الشيء حرفيا اللي كان. باغي نسولك منين ذكرت هاد اللعيبه عرفتي البارح جات لي في بالي هاد الفرقه فيها لامين يامال تكون واعر. انا نضمن لك ان كاس العالم واخذو تكون واعر بالضحك. ولكن تلقى مشكل عاوتاني. دياز تقول لي دياز لعبوا 10 غتلعبوا 10 فوالا اولا تلعبوا بلا السيباري حيت لا كان لامين. تخيل معايا لامين ولا يكون تما. تخيل معايا ان غيولي عندك في الاحتياط واحد من هذيك ال11 اللي دخلتي راه في الاحتياط. يعني وكون كان باقي الزلزولي اصلا خنوس كان يكون في الاحتياط. يعني يوليو عندك خنوس راه واعر اصاحبي. راه خنوس ما خصوش يبقى يبرك. خنوس ما خصوش يبقى يبرك. لعاب هو مفضل عندي انا في المنتخب. واعر. كتفضل الخنوس يبقى في الالمان ويمشي مثلا شي فرقه كبيره في الالمان بحال دورتموند ولا الباير ولا يرجع للانجليز. صراحه نبغي يبقى في الالمان. لعبوا يكون في الالمان احسن. انا كنقول لك الانجليز خاصو يقصح شويه. ولكن يمشي فرقه كبيره. ما يمشيش فرقه مثلا فرقه اللي تكون تتلعب على الالقاب وتتشارك في الشامبيونز ليغ واللعيبات. واخا وبوعدي هذا خصو يمشي للبارسا. فاسك انا قريت اليوم حرفيا لاسونال شاد خويا الله يحفظك اجي سيني معايا. راه شحال دابا حتى يسالي كاس العالم وديك الساعه نشوفوا داك الشيء الفعلي. لا دابا هذا من اللعاب من قلت لك راه السيباري راه البايات تابعت الامريكان خويا سيني قبل ما تلعب. شتي علاش؟ راه هذاك الشيء. دابا الا كانت الاخرى طالبه فيها 30 شحال تولي طالبه فيه دابا خاص شي منتخب ولا شي فرقه تجي تسيني مع اللعابه كاملين كجمله يولي هي الفرقه ديالها. لا انا عرفتي انا نشرح لك واحد اللعيبه. دابا اللاعب المغربي ولا كيتشاف كيفاش كيتشاف بحال مثلا من حنا كمغاربه كنجيبوا شي لاعب برازيلي او لاعب فرنسي. واو لاعب برازيلي راه بحال هكاك. لما كتجي تشوف العناوين كتقول كيتقال بحال هكا بالحرف ان الفرقه الفلانيه جابت لاعب مغربي. واش فهمتيني راه شي حاجه واعره هذه. عرفتي شي حاجه كتحسك بالفخر. واش فهمتي دور بلا. اما بالنسبه لرجعنا للهضره ديال اللعابه اللي كي قلتي جمله ولا شو سميتو. دابا تخيل معايا شي فرقه عندها هاد اللعابه ديال المغرب هما الرسميين ديالها. تخيل معايا يكون تخيل الوسط ديال الريال فيه العناوي
وبوعدي ودياز قدامهم دياز ولا خنو. لا دياز قدام ما كاينش لا قد عليهم بحال كيما دايره باري ديال فيتينيا وجواو نيفيز. يعني هذوك هما اللي لعبوا شدهم البرتغال هادي لعبهم وزيد عليهم برونو فرنانديز قدامهم. هذا لا البرتغال خاص حق. وكما كانت اصلا السباليون الوسط ديالها كامل ديال البارسا بيدري غافي لا ماشي دابا واش نهضر على 2010 في 2022 نيتا كان بيدري غافي هما اللي يلعبوا عاوتاني. لا ما كاينش غافي وكاين بيدري وكاين بيدري وكاين ديال لاسونا لا داك ديال البارسا نيت هذاك الشاب فيرمين ماشي فيرمين لا داني اولمو اولمو لا اللي قلت لك على السباليون في 2010 كان عنده بوسكيت وتشافي انيستا هما اللي كانوا انيستا ما كانش الوسط كان يلعبوا جناح فابريغاس معاهم وما كانش كيلعب اصلا بوسكيت كانت تلعب بلا تسعود ما كانش كيلعب بوسكيت كتلعب الونزو من تذكرتي السباليون في 2010 اجي طرا لها خسرات الماتش الاول صافي حتى واحد ما هضر عليها تصدماتهم وصلت الفينال. اش بان لك انشيلوتي ولد الحرام يقدر حرفيا يمشي بهذا الديكور؟ لا حيت البرازيل دابا كلشي حيدها اليمينا. لا هذيك اللعيبه وحنا شنو تنديروا؟ لا نسالينا حنا فهمتيني حيت حنا راه واخا راه نفس الهضره اللي تقول على البرازيل انشيلوتي تقال علينا تقول علينا دابا حنا اي حرفيا غتولي محظي غتولي حاضين معاهم. هم حنا في 22 محظونا حتى من الصباليون البرتغال هذيك اللعيبه دي سلتنا اليوم جات فرنسا قالت لنا علاش قلت لك فرنسا اللي خايف مني يدوانا زعما في نظرك الا طحنا مع دابا ندير مع دابا حيت علاش حيت هي الصراحه وبلا كذوب فرق ما بين وهبي او الفتره ديال الركراكي الفتره ديال الوهبي. دابا الركراكي حرفيا كانت عندنا الا بغيتي تزيرنا وداروا علينا افراقي بزاف مثلا في جاب افريقيا في كاس افريقيا ديال 22 من 23 فهمتيني. عطينا كره ما نعرفوا ما نديروا بها. دابا لا عطينا كره تندمك الركراكي كان تيركز على رده الفعل هذا لا حتى بالدليل ان بروميطا ملي كنعطيك كره راه كليتي دوزا ميطاد اخويا قالك لا زير لي الماتش هذه اللي عطيتها كره غتكون صراحه والله ما بقيت خايف من شي دوله جبي اللي بغيت تجيب. اسكتلندا انا قبيحه هي الاولى انت واش اسكتلندا كيما بحال هايتي دار حتى ما كانوا شويه بدا يركعوا وفرحانين وما تا شنو ولكن حد عرفتي علاش فرحانين؟ علاه تقريبا ضمنوا التاهل ثلاثه ولكن عندهم بليس واحد على حسب شحال يخسروا مع المغرب والبرازيل ثلاثه تقدر دوزهم. علاش قلت لك راه حنا دابا شوف تربح الماتش الجاي دايز حتى 4 نقاط صعيب طروازيام في المجموعه الخارجيه 4 نقاط تدوز حتى الثاني اغلبيه من غير الثاني لا غدوز حتى الثالث دايز احسن ثالث راه داكشي لا ندوزو حنا الاولين هاد المجموعه ولا الثانيين. فكرتني في الاولين غدوز مع التلاقه مع الثانيه ديال اف اللي شفنا اليوم ديال اليابان وهولندا الثانيه ديال الاف ولاد السي الثاني يعني وحده في الجوج ولاد السي الثاني طيح مع الاولى ديال اف يعني وحده في الجوج حيت اللي معاها السويد وتونس. السويد راه قالت لك ديزا بجوج نقاط لكاس العالم وتونس طاحت مجموعه صعيبه وتونس راه هذاك النهار نقول حيت الماتش ديال اليوم ديال هولندا واليابان لا انا قلت لك الفراقي بجوج مقاصحين. اي نعم شوف اليابان راه ما دارش شي حاجه راه جا واجد كواري خشاشو ولكن راه اللعب ديالها كيدير ولكن هما عندهم واحد التحول سريع خايب باق كتلقى وصل خفاف لواحد الدرجه ما كايناش. هولندا كتبقى هولندا صراحه ما كرهتش نتلاقاو مع اليابان ولا حتى هولندا براسها. نديروا واحد المقارنه ما بين هاد العشريه وما العشريه اللي دازت نقارنوا ما بين اللعابه. من كتجي تشوف كتلقى شي لاعب كيماركي كيلعب مثلا في بريست كيماركي بيت على لانس بيت تخربيقه واو عندنا لاعب كتجيو كنا كنجيبو. دابا راه ما خصكش غتماركي لا خصك تكون رسمي وتكون حتى النجم ديال ديك الفرقه باش تلعب واخا تقدر ما تجيش. شحال من واحد دابا ديك اللعيب ديال التحير شحال من واحد ما جاش ما كاينش من صغير ما كاينش زياش ما كاينش بوفال ما كاينش راه واخا هكاك نصيري ما كاينش نورمالمون الجوج اللي ذكرنا راه كانوا منتخب اخرين يجيو. راه بنزيما لعب في 2022 جابوا واخا كبير ميسي وكريستيانو تيجيبوهم دابا واخا 40 عام بجوج وكيلعبوا رسميين ولكن هذوك بوحدهم ما كيتقارنوش فهمتيني. ولكن هادو حيت تعتبروا لعابه خبره وفي الاوج ديالهم ويعطيو المنتخب اكثر فهمتي. انا البارح قلت لك راه واخا خصنا لعابه ديال الخبره داكشي البارح كانوا خاصك لاعب خبره صراحه. كنا بغيت بوفال وزياش كنا جاب البارح كان بوفال في ديك الجهه حتى بلا ما نهضروا على الزلزولي لا بصراحه بوفال نتحسروا عليه حتى زياش حيت زياش مثلا في البارح في
تنشوف مثلا في الكره الكره الثابته ما عندناش اللي كيضرب كره ما ثابته، كاينش عندنا اللي تيضرب في الكره الثابته. ما تهضرش على الديريكت كاين اللي حكيمي واخا ماشي بالدقه ديال زياش بصراحه. صراحه زياش واعر. ولكن شوف اللي ماركه مع الوليدات. شوف اهم حاجه نديرو شنو خصنا نديرو دابا، نثيقوا في هذاك السيد، نثيقوا في هذاك الشيء، نثيقوا في التشكيله اللي حرفيا راه واخا نبقى نهضر حتى الصباح ونبقى ما شنو نقول، ولكن هو حرفيا جايب هذوك اللعابه الا هو عارف علاش ثيق فيهم وعلى تيمشيو مع الفلسفه ديالو وعنده. المهم كي قلنا تفائلوا خير. هادشي اللي بان لينا، المهم نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنساوش لايك وشير سبسكرايب، والله يصبحكم على خير.